رغم السيطرة الكاملة للأرجنتين على المباراة إلا إنك أنت في آخر ثواني من المباراة كنت حاطط إيدك على قلبك وخايف. كلام في الكورة مع أحمد نصر. اعمل لايك للفيديو، اعمل سبسكرايب أو اشتراك في القناة، كمان فعل زر الجرس. يلا بينا نتكلم عن المباراة. في بداية المباراة وانت بتتفرج كده بتلاقي ان فرقة هولندا ابتدت زون ديفنس وكانت خايفة. ودايما خليك عارف كده ان اهداف المباراة هي اللي بتبين الفرق. هدف الارجنتين هو ان هي عايزة تكسب باي طريقة، وهتضغط وهتباغت وهتأمن دفاعيا، هتعمل كل حاجة في الكرة عشان خاطر تكسب. الهدف الثاني لهولندا هي ان هي عايزه تكسب لكن بدون اي مخاطره وبدون اي ريسك في المباراه. لابد ان انت تفضل واقف ورا عشان خاطر ما يدخلش فيك جون، وبالتالي اول لما الارجنتين تسيب مساحه ونقدر احنا نمسك الكره هنعرف نهاجم. ودي كان الرهان الخسران في اول ربع ساعه من المباراه. فالسيطره كانت كبيره جدا للارجنتين وقدروا بعد فتره من الزمن ان هم يسجلوا الاول والتاني. ده مش المشكله خالص. المشكله ان لما تتفرج على المباراه وتلاقي ان فرقه تقدر تكسب ولكن هي كانت خايفه، واللي بيخاف من حاجه بتحصل. كانوا خايفين يخسروا فدخل فيهم جونين. لكن اول لما اتعاملوا مع المنتخب الارجنتيني كأنه هو فرقه عاديه وابتدى يضغطوا. اصل خلاص دخل جونين، يعني اللي انت خايف منه خلاص حصل، فما بقوش باقيين على حاجه. الباكات اللي بقت باكات فجاه بقت اطراف وبيطلعوا يباغتوا ويعملوا عرضيات. 3 قلب الدفاع قلبوا 3 مثلث، فان دايك واثنين فوقيه. بقينا رسمه الملعب كلها بقت عامله كده. وعشان يقدروا يباغتوا ابتدى المدرب يعمل بعض التغييرات اللي ادت في الاخر ان هم سجلوا هدف. ولكن انا يعني الخوف بتاع المنتخب الهولندي في بدايه المباراه ده بالنسبه لي خوف مبرر. فمش من العادي خالص ان انت يكون منتخب بيقابلك بيكون فيه ميسي او بيكون فيه اي اسطوره وقوه هجوميه بحجم ومقدار المهاره العاليه اللي عند ميسي وبرضه ما تقلقش. طيب ايه اللي حصل بعد كده عشان تقلل الخطوره من ميسي؟ الفرقه لعبت عليه مان، بس مش مان بالمعنى الحرفي. يعني ايه؟ يعني ميسي في اي كوره كان بيستلمها اقرب 2 ليه بيروحوا عليه. اقرب 2 مش شرط حد بعينه. ميسي مجرد ما يستلم لابد ان انت تلاقي 1 أو 2 بيضغطوا عليه. فبالتالي بتلاقي ان ميسي ما بقاش خطورته ظاهره قوي زي الاول. وإن اختفى ميسي من الأرجنتين اختفى العقل المدبر للأرجنتين. طيب نقطة التحول اللي في المباراة إيه؟ متهيألي نقطة التحول اللي في المباراة يعني هي إنك استفزت الخصم في كورة قلبت كل المباراة. وهي أنهي كورة؟ الكورة اللي جت على الخط لما اللاعب راح شايطها في الدكة، قامت دكة هولندا تتخانق مع اللاعب. وده نقطة تحول في المباراة. ليه؟ طول ما انت كسبان اوعى تستفز الخصم. ليه؟ هتلاقيه بيطلع جناحات، هتلاقيه بيطلع هو اصلا وهو خسران حاسس بخيبة امل ويأس وحزن وبيحارب عشان يكسب او يتعادل او على الاقل يخرج بشكل مشرف قدام الجمهور. ولكن انت حولتها بطريقه ساذجه جدا لمعركه وخناقه، وانت ضربتني القلم ولازم اردهولك. وابتدت هولندا تطير قدام وتضغط بالعالي ونسيت امر الدفاع وسابت مساحات للارجنتين، وكأن خلاص انا لازم اكسب ولو ما كسبتش هكسرك. وكان في التحامات قويه جدا دامت في المباراه لحد اخر الاكسترا تايم. وده ادى الى ان المباراه بقت معركه وكميه كروت صفراء في الملعب كتيره جدا. ومع كل لاعب ابتدى ياخد انذار تلاقيك بتعمل كده تمسك التليفون، ده خد 1، لا خد 2، ده التاني، ده التالت، وتدور على مين اللي هياخد التاني مين اللي هياخد التالت، وازاي الحكم قصدي سامح وازاي الحكم ركز مع الفكره كلها بقت دايره ان الماتش اصبح معركه. الى ان ودي اللي تفرق مدير فني عن مدير فني، اللمسه السحريه. ليه؟ هقول لحضرتك. المدير الفني، اي مدير فني
لمسته بتبان في ايه لما يجي يمسك فرقه جديده، بعيدا عن جو التجانس بقى والكلام التعبان ده، عشان ده انا ما بقتنعش بيه. انا دلوقتي مجرد ما مسكت تمرينه للعيبه محترفين، اذا انا بدي اوردرات للعيبه دي. يعني انا هقول للعيبه المحترفين دي احنا النهارده في الماتش القادم انا كورتي هنلعب على الكرات الطويله، هتلاقي كميه عرضيات غير عاديه وكاونتر اتاك غير عاديه. لا احنا هنلعب على الكره القصيره، استحواذ عالي جدا للمباراه والكره معاك انت، سواء هي نفعت او ما نفعتش بس انت هتعرف شكل الملعب. طب اخر حاجه خالص بيلجأ لها المدرب عشان تبان لمسته، الضربات الثابته، الكورنر، الفاولات، البلن. مين يغير اللاعب اللي بيلعب البلن ويشوف يحط ثقته في لاعب تاني، او يخلي الكورنر ليها شكل موضوعي ويحمل من خلالها جمله، يلعبها على بره، يلعبها على القريبه، يلعبها على البعيده، يبصيها واحد يرفع تاني. او الفاول، يا اما حركه وشوطه او جمله زي اللي احنا شفناها ولوحه فنيه هولنديه زي اللي احنا شفناها دي. الكوره في اخر ثانيه لو اللاعب اللي بيقوم بالضربه دي سدد 99% الكوره بره، 1% بس الكوره جول. طب هقول لك ليه. اولا هي في اخر دقيقه، فاللاعب اللي بيلعبها ده اول حاجه منهك بدنيا، تاني حاجة خليك عارف كده ان العقل الجيد في الجسد الجيد، فالجسد غير جيد اذا العقل غير جيد، اسلوب التفكير مش هيكون. ولو عقله ادى امر لجسمه ان يحطها بقى وش رجل خارجي داخلي، هتلاقي ان الجسم ما قدرش ينفذ اللي العقل طلبه منه. اذا لابد انك تستسهل في الاخيرة دي مهما كنت مين، حتى لو كنت ميسي او كريستيانو من احسن اللي بيسددون ضربات الثابته، لابد ان الكرة الاخيرة دي تكون لها جملة. وطبعا ده مدربين قليلين جدا اللي بيعملوا كده، ولكن عشان تجني ثمارها بنسبة 60% لازم تكون جملة. وده اللي عمله المنتخب الهولندي واستغله احسن استغلال، وقدر يرجع في المباراة في وقت قاتل، وكان محدش يتوقع ابدا ان هولندا ترجع. نفس بالظبط ماتش البرازيل وكرواتيا، محدش كان متوقع ان كرواتيا ترجع، ولكن كرواتيا رجعت واقصت المنتخب البرازيلي. لما رحنا للاكسترا تايم حسينا كده والله اعلم ان دي نهايه ميسي في كاس العالم، وابتديت تخاف جدا. ليه؟ لان كل الكرات المباغته وكل التسديدات وكل الهجمات اللي خارجه ليه المنتخب الارجنتيني في اتجاه المنتخب الهولندي كلها حوالين العارضه، في العارضه، بره، كورنر، مسيطر. بس السيطره مش جايبه همها خالص، وحتى لما بتحاول الحظ بيدعم المنتخب الهولندي. وابتدى يجي جواك احساس كده ان هولندا هتكسب ضربات جزاء، وان هولندا مستعده جدا لضربات الجزاء، لان هي ابتدت من المباراه مقفله. يعني هي كانت عايزه تمشي الى ابعد مدى، يبقى هي جاهزه للسيناريو ده كويس جدا ومذاكراه. ودي كانت النقطه اللي محدش توقعها ابدا، ان طلع المنتخب الهولندي مذاكر، بس مذاكر منهج تاني، ما قدرش يذاكر المنهج الحقيقي. ومارتينيز عمل دور عالي جدا جدا في المباراة. فلما تشوف ان اول مباراة من لكابتن الفريق وهو فان دايك، اللي على فكرة هو من احسن يعني مسددين ضربات الجزاء، فانت لو انت بصيت في كل مباريات ليفربول، فلو هو جه عليه الدور يشوط فهو متقن هذه الفكرة او هذه اللعبة. يعني مش حتة نقدر نلومه عليها، ولكن ما تلومش اي لاعب داخل يلعب ضربات جزاء بعد اكسترا تايم. العقل والجسم مدمرين، ده غير التوتر والضغوط اللي محطوطه عليه، ده غير ان هو كابتن الفريق اصلا. يعني الموضوع واخد منعطف غير عادي، وسددها في نفس المكان اللي فان دايك بيسدد فيه دايما. وكان مارتينيز مذاكر كويس فان دايك وعارف انه هيشوط في الزاويه دي، وراح معاها وجابها. بعدها على طول تختلف او تتفق معايا، ليونيل ميسي كان لابد ان هو يشوط فعلا الاولى. هقول لك ليه. هي ليها فوائد من كل الاتجاهات. الفايده الاولى انها لو دخلت هيقولوا يعني ان ايه، ميسي بيحمس اللعيبه على الخط، وهيكون ليه دور كبير قوي وسط اللعيبه هناك. طيب الميزه الثانيه ان ميسي
بيدي تشجيع وحافز للعيبه في طريقه تسديد الكوره، لان ميسي لو سدد بالطريقه الفلانيه فيعرف ان الحارس بيخش فيه جول بالطريقه دي. التالتة وان ميسي لو ضيع ايه اللي يحصل؟ اذا ميسي ضيع فالموضوع بقى سهل، ما تخافش. هتكون احسن من ميسي؟ مش هتكون احسن من ميسي. وميسي سجل بعدها على طول. انا ما برشحش ان الكرة التانية او الكرة اللي لازم تدخل يشوطها لاعب اشول. ليه؟ لان اللاعب الاشول دايما بيحطها على اليمين او على يعني على شمال الحارس من الناحية التانية. بنسبة 80% اي اشول بيحطها على شمال الحارس، يحط وش رجله الداخلي، الكرة تلف لجوه. ده بنسبة 70-80% من كل من هو لاعب اشول. فانا الكورة اللي لازم تخش ويخش لها لاعب اشول انا بعرف انها ايه كده في قلق. وده زي ما توقعت انها اتصدت. ودي كانت نقطة تحول في المباراة. الغريب ان في انتقادات كبيرة جدا على لوتارو مارتينيز. لوتارو مارتينيز يعني ما اداش بالصوره الطيبه، بس ظهر في اكتر من كوره وخطر في المباراه، وظهر جدا في الاكسترا تايم. فمش عارف، وكان سبب قوي في ان هو يسجل ضربه الجزاء، ويعني بيعرف. كان نقطة تحول مهمة جدا. بس انا شايف ان لوتارو مش احسن اختيار، ولكن ما فيش غيره، ولابد ان انت تعتمد على الاوراق بتاعتك. فما ينفعش مع كل مباراة تنتقد. وخلي بالك ميسي لو كان خرج من كاس العالم ما كانش حد هيلومه. والماتش اللي جاي المفروض يعني انا بصراحه مهما كان خوف الارجنتين من انها توصل للنهائي مش هتلاقي ماتش اسهل ابدا من ماتش كرواتيا. احنا لسه هنشوف بقى يعني بكره نهائي مبكر ما بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الانجليزي، وماتش يعني انت بتتمنى الاثنين يكسبوا زي المنتخب البرتغال والمنتخب المغربي. المنتخب المغربي عامل يعني اداء مشرف جدا، جايب فورمه عاليه جدا، ما ينفعش انها يعني ده الجيل اللي هيحقق انجاز. فلو كان عنده فرصه ان يصعد للدور قبل النهائي فمش هيلاقي فرصه احسن من البرتغال. نفس الكلام ده بالظبط عند البرتغال. فلو البرتغال كانت عايزه تصعد للدور قبل النهائي فمش هتلاقي فرصه احسن من ماتش المنتخب المغربي. ومش بسهل الاتنين ولا ببسط الامور، ولكن الوضع الحالي يقول ان الاتنين كفتهم مش هتلاقي اسهل من كده في كاس العالم عشان تحقق انجاز. وبكده اكون انا خلصت كلامي عن توقعات المباراه القادمه وعن مباراه المنتخب الهولندي والمنتخب الارجنتيني. كان معاكم احمد نصر. اعمل لايك للفيديو، اعمل سبسكرايب او اشتراك في القناه، كمان فعل زر الجرس. الى اللقاء. انا مبسوط بادائي.